امبارح يا جماعة حصل أمر غريب جدا جدا جدا، هو معتاد. هو بالنسبة لي أنا غريب، بالنسبة لي أنا إن هو يبقى متواجد في آه محيط الرياضة، في نادي رياضي مفترض إن واحد من أكبر الأندية الرياضية الموجودة في مصر. والأغرب هو التعتيم، وهو عدم المبالاة أو اللامبالاة والتسفيه والتقليل من الحدث. لما يوصل الأمر إني أحد المحسوبين على المجال الإعلامي والرياضي يعني والصحفي يطلع يسفه من الحادث ده ويقول عادي، ما بتحصل في كل الأندية، إن الموضوع عادي وبيحصل دايما وبنشوفه كتير وبالأمر بيحصل مش عارف إيه. ويبص الأمر مسألة إن هو مجرد إنه اللي بيذكر الأمر ده كأنه بيكيد في النادي بتاعه. طبعا بتكلم عن نادي الزمالك، لكن أنا هنا هتكلم من منظور مختلف تماما كالعادة زي ما اتعودتوا مني. واعتقد يمكن انا الوحيد اللي انا هأفرد للحدث ده، الحدث الأليم، الحدث الوحشي، الحدث القذر، الحدث الحقير، واللي المصيبة ما حدش بيحط نفسه ابدا ويقول انا ممكن جدا اكون مكان الضحية. اللي انا معرفش ايه تبعات الحادث، لكن انا اعرف ان الحادث ادى لايه، وان كل شهود العيان، لان للاسف الحادث لم يتم تصويره ولم يتم رصده. ودي من الأعاجيب لسه هتكلم عنها من إدارة النادي المتخبطة جدا 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 بلا جدال. أنا طبعا مش هقارن وأقول أيام فلان وساعة علان وبتاعة ترتان، ماليش أنا علاقة بالكلام الفاضي ده. فزي ما قلت هبص للأمر من منظور مختلف تماما تماما، وهوضح لكم أمور في غاية الأهمية. أنا مش بتكلم عن الحدث أنا ما أعرفش إيه الحدث ولا حصل ليه ولا الأسباب بتاعته، لكن هتكلم في ازاي ان احنا نواجه الاحداث دي ونمنعها تماما تماما تماما. الامر للاسف مش جديد. انا شخصيا فترة كبيرة كنت ساكن جنب نادي احد الاندية اللي مش قليلة، نادي يعني يعتبر من الاندية مش هقول الصفوة، لكن تعتبر الدرجة التانية على طول. النادي ده كان خد فترة، مش عايز اقول اللي كنت بشوفه فيه براه وفيه وبراه اكتر. حد يقول لي براه انا مش مسؤول، لا يا فندم مسؤول، لانه في محيط النادي، لانه امام بوابات النادي. هنا بقى هاجي للاساس. المهم يعني الامر يا جماعه ببساطه هي اتقالت كده المسمى ده خناقه شوارع في نادي. هو طبعا في ناس تقول في النادي جوه، في ناس تقول على بوابات النادي. الاتنين اسوأ من بعض. ليه بقى يا فندم؟ رقم واحد، من البداية نبدأ الأمر من البداية. أما يوصل الأمر لكده خناقة شوارع وتمزيق ملابس واعتداء بالأيدي وبالعصي بتاعة الشماسي، ركزوا قوي، والعصي بتاعة الشماسي يعني المعتدي وصل بيه الأمر إنه خد عصيان شماسي من الشماسي اللي جوه النادي اللي هي المرافق العامة، تمام. وعمل نوع من اولا غير الاعتداء كترويع للاخرين، لانه ماسك عصيان وراجل في او شخص أو بيقول انه واحد واستعان بسيدات كمان، دي مصيبه الاكبر. يعني 4 و5 بيعتدوا على واحده وست، بغض النظر الست دي عملت ايه. لكن انا بتكلم هنا يا جماعه لما زلنا في ظاهره البلطجه، ظاهره السفاله، ظاهره الاعتداء بالقوه واستغلال القوه او العدد. المصيبه الكبرى ان كل ده يحدث تحت سمع وبصر ادارة النادي واللي تحت ادارة النادي اللي هم مفترض امن النادي. حضرتك بتتكلم في نادي اسمه نادي الزمالك يا جماعة. ده انا كنت فترة من الفترات زمان كنت بقى بروح اوقات لمركز شباب معين زمان وانا صغير. عايز اقول لكم من كتر بتوع الامن اللي جوه مركز الشباب دول، يعني كل 5 متر تمشي تلاقي واحد، لدرجه كان بيبقوا حاجه خانقه بمعنى الكلمه. لكن حضرتك كان في نادي الزمالك يحصل فيه حادث زي ده، وما خافي اعظم، ده اللي تفجر الامر واللي ظهر للاعلام، يحصل فيه حادث زي ده وما فيش امن مش يتعامل مع الحادث. ان هو قالوا انه في الاخر بقى طفوا الانوار، هم كل اللي اهتموا بيه طفوا الانوار عشان الناس ما تصورش، ولان واضح الموضوع كان كبير. والست حسب ما اعلن من اشخاص يعني اللي شاير الامور او اللي اوضحها عضوات
ان الامر وصل لامر لسياره اسعاف دخلت جوه النادي ونقلت المصابه. ومصابه بايه بقى؟ حسب كل المصادر مصابه بكدمات شديده جدا، تمزيق ملابس، زائد ظهرها يعني اتبهدل، وبتقال ان هي كان عندها اصابه قديمه وهيتم عمل جراحات عاجله، والحاله حرجه جدا. طيب الست دي مين هينفعها حتى بعد ما تعمل الجراحات وحتى بعد ما الامور تكون افضل؟ مين اللي هينفعها؟ هل هترجع لطبيعتها؟ طيب المبالغ الضخمه جدا اللي هتدفع في الجراحات دي مين اللي هيقوم بيها؟ طيب يا فرحتي ان المعتدي ياخد له جرم، ده لو فرضنا يعني هيحصل له ان هو يتجرم هو واللي معاه، ياخد له سنه سجن ولا 6 شهور، مشاجره بقى، ما هي مشاجره، يتفرق دمه بين القبائل زي ما بيقولوا، وعدد كبير يعني سنه 2 3. طب والمصابه اللي ممكن جدا تكون ربة اسره يعني او بتعول اسره، اللي ممكن جدا يكون قايم عليها اسره كامله، اللي ممكن تكون ما عندهاش زوج كمان، ممكن يكون متوفي ولا مطلقه ولا منفصله ولا وهي اللي بتقوم بكل دور، ممكن تكون بتشتغل، ففي الحاله دي خلاص مش هتشتغل مثلا، مش هتقدر تنفق على العيله دي. دور الام اللي هيكون مش موجود، اللي مهم جدا 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 وعارفين اهميته قد ايه بالنسبه للاسره وبالنسبه للاطفال. شكل الاطفال ان هم كمان يتحملوا واحده عندها اعوذ بالله اصابات في الظهر، ممكن ما تقدرش تمشي بالشكل الامثل لا قدر الله. يبقى مين هيقدر يقوم بالكلام ده؟ ما حدش بيبص الكلام ده خالص، ما حدش بيبص الكلام ده. فعشان كده يبقى لازم يا جماعه، لازم تغليظ العقوبه اللي هو تخلي الشخص ما يفكرش اصلا، تخلي البلطجي يتراجع 1000 مره و1000 خطوه قبل ما يعمل الجرم بتاعه. لازم الكل اللي يشارك في الامر ده ياخد نفس العقوبه، مفيش حاجه اسمها تتفرق العقوبه ما بينهم. لازم المسمى يتعدل، مفيش حاجه اسمها مشاجره، في حاجه اسمها اعتداء، في حاجه اسمها اعتداء بدني، في حاجه اسمها عاهه، في حاجه اسمها ان كان ممكن يؤدي لكذا حتى لو ما اداش، ويتحملوا كل تكاليف العمليات غير تعويض مادي، غير العقوبه. هو ده الصح، هو ده الردع. ده انا المفروض ان في عندي ردع اقوى، اللي هو كما المعامله بالمثل، كما فعلت يفعل فيك. هو ده العقوبه الصح، كما فعلت يفعل فيك. اقل تقدير يحصل اللي بقوله. رقم 1 عقوبه رادعه، انا بقول شخصيا ان تعمل اللي اتقال ده، وان فعلا هي الست هتعمل عمليات جراحيه وهتأدي ليه، فرضنا ربنا يكرمها ان شاء الله باذن الله وتقوم بالسلامه وتبقى افضل وترجع زي ما كانت، اقل تقدير مده غيابها دي تعوض بيها. رقم 2 غير طبعا يعني ادي رقم 1 دفع كافه مصاريف العمليات، يتم التعامل كل مصاريف العمليات دي تتحسب. ادي رقم 1. رقم 2 فرضنا مثلا مصاريف العمليات 10,000 جنيه وفي احسن رعايه، تروح لافضل مكان، فالافضل مستشفيات 50,000 جنيه يدفعوها، يجبروا على دفعها. هيقولك معيش، يتم بيع اي حاجه من مقتنياتهم او من الاملاكهم بلا جدال، او يتم الحجز على ارصدتهم وبشكل عاجل. ما فيش حاجه اسمها قضيه تاخد لها 300 سنه و400 سنه ونستنى لما تكون الست اتخرب بيتها، موت وخراب ديار. ادي رقم 1. ده اول اجراء لازم يتم قبل القضيه وقبل اي حاجه، لان الاصابه تمت وتم تاكد منها وتم القبض متلبس. رقم 2 يا فندم لازم يتم تعويض مادي، وتعويض مادي يكون مضاهي، تتحسب كده. الست مثلا فرضنا هيتم الوصايه الطبيه عليها انها تكون مثلا على ما ترجع لطبيعتها، قول مثلا يا سيدي 5-6 شهور. ال5-6 شهور دول طبعا طبيعي انها ما فيش اي مصدر كسب، مفيش اي يعني نواحي ماديه، يتم احتساب الامر ده متوسط في الشهر الواحد 15,000 جنيه. ده المتوسط لاي اسره، متوسط. فحضرتك بتتكلم بقى ده تعويض مادي، انا بقول تعويض مادي لا يقل عن 200,000 جنيه، لا يقل عن 200,000 جنيه. ده اقل تقدير، ده تعويض مادي غير احتساب العمليات، غير مصاريف العمليات، اقل تقدير عشان المجرم يعرف تبعات اللي عمله. ادي رقم 2. رقم 3 العقوبة لا تقل. انا اللي انا شفته ده دلوقتي ده كده انت بتموت واحد،
هو واضحه. ده ضرب كان ممكن جدا يؤدي للموت. انت بتستخدم عصا مع واضحه يا جماعه. انت بتستخدم حسب الكلام، استخدموا الايدي كدمات شديده، استخدموا كمان عصي شمسيات. فاهمين يعني ايه عصي شمسيات؟ فاهمينها؟ شوم. فحضرتك هنا بتتكلم حضرتك في محاولة القتل، يتعدل المسمى لمحاولة القتل. يبقى هنا عقوبة لا تقل، أنا شايفها لا تقل عن 15 سنة. لا تقل عن 15 سنة بلا رأفة. طيب حتة بقى أصل هي عملت في الأول وكذا. اللي عملت في الأول ده في تسجيلات يا فندم، في الفيديوهات تظهر وتبين ايه اللي اتعمل في الأول. تعدي لفظي مش عارف ايه كلام من ده. طب مين السبب كل الناس أجمعت إنه كان مشكلة بسبب لعب الأطفال. طفل ضرب طفل وما اعرفش مين اللي اعتدى، بس من الواضح ان حسب الكلام يتقال ان اللي اعتدى هو اطفال الاشخاص المجرمين. يعني هم مجرمين سبحان الله من النشء، سبحان الله متعودين اولادهم على الاجرام برضه، هم اللي اعتدوا. تمام، كله اجمع على كده. فالست تدخلت بشكل كان سلبي شويه، ان هي راحت ضربت الطفل التاني. ما اعرفش الاسباب ايه، ايا كان توصلش ابدا للامر ده. كان انت حضرتك جوه نادي وجوه جهه، كان ممكن جدا تروح تشتكي وتقول لو سمحت فرجوا لي الكاميرات. لكن دي بلطجه واجرام بكل معاني الكلمه، عشان كده لازم ياخد جزاؤه. فدول الثلاث حاجات اللي لازم يتعملوا، دول الثلاث حاجات، وبكرر تاني لازم يتعملوا، الا لن ينصلح الحال في الامر ده نهائيا، وهيتكرر اثنين وثاني وثالث ورابع وعاشر و50، وكل واحد يشوف نفسه في انه هو الضحيه. كل واحد لازم يشوف نفسه انه هو الضحيه. القوانين لازم تتغير، القوانين دي لازم تتغير آن الأوان. فشيء بجد بشع. تعال بقى لنادي الزمالك. كل اللي اكتفوا بيه ان هم قال لك الاول، يعني اول حاجه يا جماعه، اول حاجه راحوا اطفوا الانوار وبعدين بداوا يعملوا تدخل في انهم يطردوا المعتدي والمعتدي عليه. حسسوني يا جماعه ان انا في مدرسه. هو كان بيعملوا كده ايام الدراسه، الاطفال الصغيرين بيتخانقوا مع بعض، طلع ده وامشوا اطلعوا بره اتخانقوا بره، ولا في محل ولا في مول ولا في اي مكان يقول لك يلا طلعوا بره يتخانقوا مع بعض بره. طب انت تدخلك فين؟ كل واحد يهتم ان هو بس يحافظ على المكان اللي انا فيه وخلاص، صورته وشكله. ويقول لك مش عارف بعد كده اتخاذ اجراءات قانونيه تحويلهم للتحقيق. يا عم تحقيق ايه؟ دول عايزين محاكمه. المجرمين دول عايزين محاكمه، والمعتدي عليها بعدين يبقى نشوف قصتها ايه يا سيدي. يبقى انفردنا خالص وكانت اساءت في الاول، يبقى حضرتك ممكن تحرمها من النادي، من التواجد فيه لفتره او شطب العضويه او ايا كان. احنا بنتكلم هنا في اذى بدني، واذى بدني دائم وصعب جدا. اقول لكم بقى مفاجاه كبيره جدا، ان انت مشارك، انت كنادي الزمالك مشارك بلا جدال. انت كنادي الزمالك مشارك. اولا انت بيئه النادي المفترض ان هي بيئه حمايه، المفروض ان انا في مكان طبيعته بقول مكان محترم، مكان مؤمن. لما انا كل واحده ست وثلاث ستات، ويجيبوا راجل كمان، ولا الراجل يجيب 3 ستات، ولا بيقولوا 4، ايه ده؟ دي كارثه. طيب حضرتك اداره فين اللي هي المفروض بتراقب كل النادي بالكاميرات؟ الامن اللي جوه المفروض اللي في كل شبر في النادي فين يا فندم؟ راح فين؟ اختفى؟ عندهم غسيل بيغسلوا مثلا ولا حاجه تجنن. بص، الخناقه تشتغل الاول، المشاحنه اللفظيه، ثم الست حسب ما اتقال رحت تضرب الولد الصغير، الولد ابن المجرمين دول. فيجي المجرمين حسب ما اتقال اتلموا وقام راحوا ماسكينها. الكلام انه بيقولوا عند باب النادي. طب ما هو ده جوه النادي، مش ده جوه حرم النادي؟ على فكره بره النادي، حتى على المساحه اللي قدام النادي دي، ما هي من النادي يا فندم، بالذات نادي زي الزمالك، لان في بوتيكات بره اللي هي المحلات. المفترض انت اللي بتامن كل الكلام ده، لكن ده بيقولك على باب النادي. طب باب النادي جابوا الشماسي منين؟ جابوا العصي منين؟ مش من جوه النادي؟ يعني جايبينها وبيجروا كل ده جوه النادي، جايبينها وخلعوها ويفضوها من العصيان وخدوها وجروا ورا الست وهي خارجه عشان يضربوها. كل ده ايه ده؟ دي مساخر، دي روايه كارثيه. فين الامن بقى حضرتك في كل السيناريو ده؟ السيناريو ده اقل تقدير. وطبعا الخناقه نفسها اللي وصلت للمستوى البشع ده، اقل تقدير خدت 5 دقايق ضرب مثلا، يعني 5 دقايق ضرب. الفتره اللي قبلها
وهم بيعملوا كل الكلام ده قد ايه؟ فين الامن؟ فين الامن؟ لا الامن على طول اجري بسرعه، ايه اطفي الانوار، الناس هتصور، اطفي الانوار. انت في الشهاده كان ممكن تنقذ الست. يا اللي اهتميت بطفي الانوار، يا اللي اهتميت الناس ما تصورش. تعامل كارثي، اهمال كارثي، مشاركه كارثيه، مشاركه ايوه بالخزي بالضعف وبعدم التعامل بشكل صحيح بالاهمال وبكل حاجه ممكن تتخيلها. دي مشاركه يا فندم. طيب الحل هنا ايه؟ لا الحل هنا لا، ده شغل كبير قوي. لا يا فندم، اعوذ بالله، كان ممكن حد يتقتل جوه وعادي جدا، ولا يطفي الانوار، هو ده اللي مهتمين بيه. يبقى التعامل الامثل والصحيح، وزاره الرياضه لازم تتحرك، وزاره الرياضه لازم تتحرك. الست لازم تعمل محضر في النادي، لازم تعمل محضر في النادي، يبقى قانوني ورياضيا. رياضيا لازم وزاره الرياضه تتحرك. اللي جرى ده لا، ده موضوع كبير جدا. انا بقول لك اللي جرى ده ممكن يشيل مجلس اداره، لان مجلس اداره جاي من اداره، انت اللي بتدير، انت المسؤول، انت مسؤول عن الارواح اللي جوه، انت مسؤول عن دخل من باب ناديك خلاص، ده على محيط الباب كمان، ده حضرتك هو على محيط الباب ورايح داخل خلاص، ده كده بقى في امانتك، ده كده بقى في امانتك. حضرتك ما قدرتش تحميه، مش كده وبس، كنت مشارك بسكوتك وضعفك وعدم التعامل الصحيح وشغلانه واهتمامك في الاخر انت تطفي الانوار فقط. انا بقولها يجب ان يكون في عقوبه رادعه من مجلس الاداره على مجلس الاداره. انا ما اعرفش اللوائح والقوانين بتقول ايه، بس في حد يقول لك مثلا ايه لفت نظر، ايه عملنا ايه بلفت النظر ده يا فندم؟ لازم انا بقولها اهو، ان حادث زي ده لازم يبقى فيه يتحمله مجلس الاداره ماديا، يكون مشارك برضه في الامر، انه لازم يعمل تعويض كبير حقيقي، ولازم ده بره اي حاجه. مجلس الاداره لازم يتم التعامل معاه بالايقاف. مجلس الاداره يجب التعامل معاه بالايقاف، انه عن مزاوله النشاط يدير اشخاص اخرين، تبقى فرصه حتى ان النادي يبان ازاي بيدار من اشخاص اخرين. انا بقول اقل فتره بسبب الامر ده، اقل فتره من 3 ل 6 شهور. مجلس الاداره بره ده ما كانش في امر اكبر ان يتم انهاء ولايته، يتم انهاء المجلس الاداره الحالي، لان فعلا حادث مش قليل، حادث كبير يا جماعه، حادث كبير بجد. لكن في اللي يسفى في الاخر من اشخاص محسوبين على عمل ما يسمى الاعلامي، ويقول لك عادي بتحصل، انت مكبرينها ليه؟ ما بتحصل في الاهلي وبتحصل مش عارف في نادي ايه، وبتحصل ادي اللي عند الناس دي. لا، انت حضرتك اتعرض انت ليها، انت او اهل بيتك، انت او حد من طرفك، وشوف هتقول ايه. والله العظيم يا جماعه انا مش عارف اقول الفاظ، يعني احنا في الحضيض، الرياضه المصريه في الحضيض، الكره المصريه في تحت الحضيض، الرياضه بشكل عام، لان الامر ده مش كوره، الامر ده يمس الرياضه نفسها، نادي رياضي. وده يجيبنا برضو الامر الاخير قبل ما اختم. الانديه اللي بتتعمل يا فندم يقول لك عندي 100,000 عضو، عندي 120,000 عضو، فرحان. هو مساله محسسني انا مش عارف اقول ايه، يعني محل تجاري ولا مول ولا بتاع، فرحان بالناس داخله خارجه. انت بتقدم له ايه؟ انت قادر توفر له ايه؟ انت قادر تدير الامر بشكل صحيح ولا لا؟ يا فرحتي 100,000 عضو و120,000 عضو والدنيا خربانه عندك. دي رقم 1. رقم 2، ما انت لما بتوسع قوي قاعده بالطريقه البشعه دي، بتدخل انا اسف في اللفظ، يعني بتدخل البلطجي، وبتدخل القذر، وبتدخل السافل، وبتدخل الحقير، وبتدخل البيئه سافله، وبتدخل الاشكال اللي ما يعلم بيها الا ربنا. بيختلطوا بمين يا فندم؟ بيختلطوا بالناس اللي ليها وضع مختلف تماما. وده سبب رئيسي في القرف اللي بنشوفه في الانديه. بدل ما كان بقى اصبح مكان ترويح عن النفس، ومكان لممارسه الرياضه البدنيه والذهنيه والفكريه والعقليه والواحد بيروح بيستجم، بدل ما اصبح بقى مكان للمشاحنات والقرف والخناقات وقله الادب والسفلات والقذرات وكل حاجه ممكن تتخيلها. فين وزاره الرياضه؟ انا مش عارف بصراحه. هو مش من اختصاصاتها الانديه ولا ايه يا جماعه؟ فالموضوع في الحضيض بمعنى الكلمه. حادث زي ده
انا مش هقول يدق ناقوس خطر، لان لا، ده القشه التي قسم ظهر البعير يعني. خلاص يعني في تاني بعد كده، في تاني بعد واحده ممكن جدا انها تتشل، ممكن جدا انها تبقى قاعده في حادث في نادي. وبسبب ايه؟ بسبب عملت ايه؟ وتحت سمع وبصر اداره نادي و اسمه ايه ده، و امن نادي. انا مش عايز اقول اعضاء، لان اعضاء برضو مش مهمتهم الامر ده، ولو اني برضو كان في خزي من الاعضاء لما 5-6 يتكلبوا كده ويخشوا ينقذوها. انا مش عارف بصراحه، بس ارجع واقول يعني معلش انا اسف، يعني الاساس يعني عندك اسطول وكلها شركات خاصه كبيره. فيا جماعه الموضوع ده ما ينفعش يمر مرور الكرام ابدا، وكل شخص يحط نفسه مكان السيده دي المعتدي عليها، المجني عليها. والست انا بقولها لا تتهاوني، لا تتهاوني، لا تتهاوني. تعملي اجراءين في غايه الاهميه. الاجراء الاول اجراء رياضي، شكوى لوزاره الرياضه عشان تنزل نادي الزمالك وتشوف اللي بيجرى فيه. انا اتوقع ان نلاقي بلاوي. اللي جرى ده يوضح يا جماعه ان في بلاوي اداري في جانب التنظيم والاداري جوه النادي. الامر الثاني الشكوى سوري محاضر رسميه في المعتدين كلهم، وطلب تعويض. لازم يتعمل تعويض كبير جدا 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 يقسم الظهر. الامر الثاني في نادي الزمالك نفس القضيه، تعويض لانه حصل جوه النادي وحصل تقاعس رهيب، واداره النادي نفسها قضيه برضو نفس الكيفيه. ما تسيبيش حقك، اوعي تسيبي حقك. واللي هنا رجائي يا جماعة القوانين لازم تتغير، يا جماعة القوانين لازم تبقى قوانين رادعة، يا جماعة القوانين حاليا مش بترضى المعتدي، مش بترضى المجرمين، مش بترضى أصحاب الضمائر القذرة والبيئة اللي بتكون بيئة خصبة جدا للسفالة والنجاسة. يعني بعدين يا جماعة أنا مش عارف بصراحة هنفضل كده لحد إمتى؟ عقوبة زي اللي أنا قلتها إيه الصعوبة فيها؟ عقوبة زي اللي أنا قلتها أبسط ما يمكن، لكن هتعمل ردع جامد جدا. أنا عايز أقوى من كده كمان، زي ما قلت من فعل يفعل به نفس الأمر. ده الأصح 1000000%. لكن على الأقل يبقى العقوبة زي اللي أنا بقولها، لما عقوبة توجع بمعنى الكلمة وتكون للكل ومساوية للكل، ساعتها أي شخص يقولك هشارك، يقولك لا يا عم أنا هينوبني نفس الكوارث والمصائب، لا يا عم أنا أبعد عن الموضوع ده. يجي الشخص نفسه المجرم نفسه يحاول يعمل ده، يلاقي عقوبة رادعة، عقوبة تخرب بيته بمعنى الكلمة، مادية وقانونية. إنما بقت الأمر بقت خلاص غابة بمعنى الكلمة، كله يعمل اللي هو عايزه. ما من أمن العقاب أساء الأدب، لكن ده أساء أدب إيه؟ ده أجرم ومش أي جرم. مش عارف أقول إيه والله. أنا بجد مش عارف أقول إيه. يعني مش فقط الحدث اللي حصل ووحشيته وحقارته وقذارته والتقاص الرهيب والفشل الذريع في التعامل معاه من إدارة هي تعتبر بيتقال عليها إن دي القلعة الرياضية اللي مش عارف إيه، ونادي مصنف إنه من أكبر يعني أقول إيه، من أكبر الأعضاء في مصر كعددا. لا، فوق ده كله كمان التخاذل والخزي من تناول الحدث حتى إعلاميا. واللي يجيبوا لي دقيقتين 3 كده ويقول لك لا ما بيحصل في كل حته، ان شاء الله يحصل فيك باذن الله، ان شاء الله يحصل فيك انت او اهل بيتك، عشان تعرف ان الله حق، وتعرف ان اللي انت بتقوله ده هو انت مشارك بالتدليس، ومشارك بالترمخه وبالتعميه، ومشارك بالتقليل من الحدث. وكما تدين تدان. شيء مخزي بكل معاني الكلمة. عموما ده كل حاجة، وأنا لو أقدر أقول قد كده 10 مرات، لكن أنا فعلا يعني بشارك بمعنى الكلمة بأتم معاني الكلمة مع الضحية المعتدي عليها، واللي بقول لها اوعي تسيبي حقك، ولازم صعادي الأعلى المستويات عشان يكونوا عبرة. أنا لو أملك إني أساعدها بأي شيء ما كنتش اتأخرت نهائيا.
وده الفرق بين البني ادم وبين، لا انا اسف مش هقول حيوان، ما فيش حيوان، في حيوانات ما بتوصلش للقذاره والحقاره دي بتاعت المجرمين دول. انا هقول يعني والله مش عارف، مش لاقي حاجه توصف، مش لاقي حاجه توصف. هقول شياطين الانس. فده الفرق بين البني ادم والانسان وبين شياطين الانس، وبين الوسط بقى اللي هم باين اللي هم يعني لا منهم بني ادمين ولا منهم شياطين انس، اللي هم على يعني في النص كده. اللي هم يعني حزب ماليش دعوه، حزب مش هيحصل لي، حزب تعميه والتعتيم، هم دول. عموما ده كل حاجه واتمنى لها الشفاء يا رب باذن الله بجد فعلا من قلبي، واتمنى انها تاخد حقها بكل معاني الكلمه. وانا هتابع يعني الفتره اللي جايه لازم، عشان تسكير يا جماعه، التسكير ده مهم جدا، لان دي من المصايب الكارثيه عندنا، ان خلاص الموضوع بياخد الاول بيبقى في سخونه شويه وكله يتابع ويعمل، وفي الاخر يجي موضوع تاني، لا خلاص الموضوع الاول يتنسي تماما تماما تماما. تيجي تفكروا بيه دلوقتي اللي كان مش عارف ايه، يا عم خلينا في الجديد ماما. الله العظيم مش عارف اقول ايه، والله مش عارف اقول ايه بصراحه. يعني منظومه ايه؟ انسف حمامك القديم بمعنى الكلمه، ده الحل الوحيد من كل حاجه. كل دول لازم يمشوا وتيجي منظومه جديده بجد، منظومه حقيقيه رياضيه بجد، منظومه رياضيه مختلفه بأشخاص مختلفين، بعقول مختلفة، بطبايع مختلفة، بعقليات مختلفة، بإمكانيات مختلفة، كل حاجة. عموما ده كل حاجة، وأشوفكم على خير إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله، وانتظروني في حلقات مدوية في Amazing Sport على Amazing Media.